يا ناس سوادي يما. الله يقطع صن داونز والبلد اللي منها صن داونز. دول كرهوني في حياتي وفي الكورة، ولا عرفت أفوز عليهم ولا مرة، وفي الآخر يطلعوني من بطولة أفريقيا. بقول لك ايه يا جد كولر، ما تقعدش تولول وتندب. انت السبب في اللي حصل ده كله، وبعدين خلاص اللي حصل حصل. وانا رحت لميت لك كل حاجتك في الشنطه دي، وحجزت لك تذكره الطياره على سويسرا. لا، كله إلا كده. بقول لك إيه، أنا مش هسيب الأهلي، ده أنا ممكن تحصل لي حاجة. طب حتى سيبوني لحد بطولة كأس العالم للأندية. كاس العالم لايه يا اخويا؟ ده انت بتحلم. اما انت ما عرفتش تفوز في افريقيا، هتفوز قدام انتر ميامي وبورتو وبالميراس. ده انت لو لعبت قدامهم هتشيل في كل ماتش 5 ولا 6. يا عم انت مش فاهم، انا مشكلتي مع صن داونز بس، لكن اي فريق تاني اعرف العب قدامه وافوز عليه. وبعدين انتوا نسيتوا كل البطولات اللي انا جبتها للاهلي، وجايين تمسكوا بقى في ماتش صن داونز دلوقتي. يا معلم كولر، الاهلي مش بيشبع بطولات، وانت عارف الكلام ده كويس. دقيقه اما اشوف مين بيرن عليا. اهدى، ده الكابتن محمود الخطيب. ايوه يا سبيبو، قلب عندك هارد لك، وما تزعلش، وان شاء الله اللي جاي هيبقى احسن في الاهلي. الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل. الاهل كبير وطول عمره هيفضل كبير. بقول لك ايه، عملت ايه في اللي قلت لك عليه في موضوع مارسيل كولر ده؟ ايوه يا باشا، كله تمام. لميت له كل حاجته وحجزت له الطياره، بس المشكله فيه هو مش عايز يمشي، وبيقول عايز يقعد لكاس العالم للانديه. يجيه طقم كاسات تركي لما يتكسر فوق دماغه، مش مكفيه اللي عمله ولسه عايز يكمل لكاس العالم للانديه. ليه بس كده يا كابتن خطيب؟ ده انا بحبك وبحب الاهلي، واللي حصل ده سوء حظ مش اكتر. سوء حظ؟ بقى يا راجل يا مفتري، مطلع طاهر وامام عاشور ومنزل اكرم توفيق. ده احنا لو كنا فايزين 4-0 ما كنتش عملت التبديل ده. معلش يا ابو الكباتن، سامحني المره دي، وانا اوعدك هاخد المركز الثالث في كاس العالم للانديه، وهجيب لك الميداليه البرونزيه لحد عندك. ولا توعدني ولا وعدك، ولا برونزيه ولا فضيه. كده خلصت يا معلم مارسيل يا كولر، ولا اقول لك انا هسميك مارسيل صن داونز. لا يا كابتن بيبو، احنا نسميه كولر تبديلات، علشان التغييرات اللي بيتاخر فيها ومش بيرضى يعملها دي. سيبك منه يا سي خطيب. بقول لك ايه، ما تخليني اني ادرب النادي الاهلي الفتره اللي جايه دي، واني هبهرك. بقول لك ايه، ولا تبهرني ولا توهمني. وصل كولر صن داونز بشنطته على المطار، وبعد كده تطلع على بلدكم على طول، ما اشوفش وشك تاني. ماشي يا سبيبو، اللي تشوفه. مع السلامه انت. وانت بقول لك ايه يا عم كولر، انت ادي شنطتك اهي، تروح ما تروحش انا ماليش فيه.